بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. جيتكم اليوم بشوربة حارقة بامتياز، شوربة حارقة رائعة وفوق أنها حارقة للدهون صحية لأنها تعطي للجسم كل ما يحتاجه. ما لازمش نبقاو نخمموا باللي شوربة حارقة معناتها مضرة للجسم، العكس. شوفوا المكونات معايا، راه فيها تنوع من ناحية الخضر، وما ننساوش باللي شوربة حارقة ما راحش ناكلوها وحدها، وإنما راح طبق تاعنا يكون متكامل. راح نزيدو كذلك بروتين في الطبق الرئيسي، راح نزيدو نسبة تاعنا تاع الكربوهيدرات. الغلطة تاع الناس اللي يعتمدوا على شوربة حارقة وحدها صباح وعشية صباح وعشية، تماك تولي خطر على الجسم. انا اليوم راح نستعمل الكرنب، استعملت نص راس صغير تاع الكرنب. انا نحب هذا اللون تاعو يجي شويه ابيض. راح نغسله في الماء اللي فيه الخل، على خاطر داخل الوريقات هذوك تاع الكرنب يعيشوا واحد الحشرات صغيره 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 اللي ما نقدروش نشوفوهم بالعين المجرده. هذه نوع فقط من الشوربه الحارقه، كاين وصفات اخرى في القناه. يعني اللي ما تحبش الكرنب ماشي شرط ديري هذه، راني حاطه تاع الباذنجان، راني حاطه تاع القرعه، راني حاطه عده وصفات. لكن بالنسبه لحرق الدهون الحقيقي الأحسن هادية اللي فيها الكرنب. نخلي دركا الكرنب ديالي فترة في هذا الماء اللي بالخل، ونروح نوجد باقي الخضر. الكمية اللي راح نديرها اليوم من الحساء تكفيكم لمدة أسبوع بمعدل طبسي في الغداء وطبسي في العشاء. درت حبة بصلة كبيرة، راح ندير معاها 3 حبات كورجات متوسطة، ربطة معدنوس، نص ربطة كرافس، حبة كبيرة طوماطيش، حبة كبيرة بسباس، ومن المفروض نحط حبة كبيرة ولا زوج تاع فلفل أخضر. ما كانش عندي، أنا درت حبة فلفل حار لكنها ماهيش حارة. راكو شفتوا المقادير في بداية التصوير. نحط دركا عليهم هذاك الكرنب اللي صفيتو، كما راكو تشوفوا نحط كل شيء بارد في بارد. درك مع الطياب راح تهبط هذه الكميه. نحطوا درك التوابل، ركزوا معايا على خاطر حتى التوابل عندها دور في الشوربه الحارقه. هنايا هذايا ثوم مرحي، يعني نقولوا حوالي 3 سنات خشان، ملعقه كبيره من الكركم، نصف ملعقه فلفل اسود، وملعقه كبيره كما راكم تشوفوا من الكمون. الكمون ديما لازم يحضر في الوصفات اللي فيهم الكرنب على خاطر يساعد على طرد الغازات. دركا لهنا عندنا العود تاع القرفة ووريقات تاع الرند اختياري، هادوما بصح ملاح على خاطر يساعدوا على الحرق. ما ننساوش طبعا الملح، شوربة حارقة نديروا لها الملح بصح ما نكثروش، خاصة إذا حبينا نعتمدوا عليها في الحرق كوجبة للعشاء. كمية الملح ديما تكون قليلة، يعني كما نقولوا قيس البنة. بعض الأخوات منين داك يقولوا لي اسكو معليش نديروا فيها شوية دجاج. إذا صدر دجاج صافي من الدهون معليش ديروه في الشوربة الحارقة، على خاطر أصلا ما راحش ناكلوها وحدها، راح ناكلو معاها طبق جانبي اللي يكون فيه مثلا دجاج ملا، وراه المشكل إذا رحناه داخلها ورحيناه معاها جينا بنينة مليحة أحسن. دركا كما راكم تشوفوا نمرق بكمية كافية، نغطيها ونخليها طيب، وما تطولش في الطياب الشوربة الحارقة كي تكون هكا ما فيهاش الدجاج، على خاطر كل الخضر تاعها من النوع اللي ثمثم الطيب. غير تشوفوها تبدا تغلي، احسبوا لها حوالي 15 دقيقة ماكسيموم 20 دقيقة بعد الغليان وطفيوا عليها النار. بعد ما طيب كما راكم تشوفوا العود تاع القرفه يطلع من الفوق، نحيوه، نحيو كذلك كشوريقات تاع الرند اللي حطيناهم ونرحيوها. شحال لازم نرحيوها؟ اذا نخلوها خشينه، اذا نرحوها ناعمه، اذا نديروا لها بزاف الماء، اذا نديروها خثره، حسب الرغبه، كل واحد حسب هو واش يحب الصح في المكونات. بعد ما تبرد تماما نخليو الكميه اللي راح ناكلوها مثلا اليوم وغدوه، بصح ما نزيدوش نخليو اكثر من يومين في الثلاجه. اذا كان طيبنا كميه كبيره نعمروها في دي بورت مونجي، يعني علب اللي تكون خاصه بالمجمد. نديرو ديما العلبه تكون اما قيس وجبه واحده ولا وجبتين، يعني اون فوا نجبدوها من المجمد وتذوب ما نعاودوش نجمدوها.
وما نخليوهاش من غدوه ذاك بعد ما تذوب. يعني تجبديها اليوم صباحا، تاكلي الكميه هذيك في الغداء، وتزيدي تكملي الكميه الاخرى في العشاء، ومن غدوه ذاك تزيدي تجبدي علبه اخرى. في الغداء ناكلوها كما شرحت لكم قبيلات، يعني نزيدوا معها المكملات من بروتين وكربوهيدرات. اما في العشاء فمن الاحسن انه نعتمدوا عليها وحدها. كان هذا الفيديو تاعنا لنهار اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. نخليكم في امان الله وحفظه، بالتوفيق للجميع، وغدا يوم افضل ان شاء الله.